يا مساء الفل. النهارده ميعادنا مع ابسود 4 في بلاي ليست الانفراستراكشر. طيب، المره اللي فاتت عملنا ديمو كده مع بعض لو فاكرين، وكان ده شكل الانفراستراكشر عندنا. كان عندنا في بي سي، وكنا عاملين 2 بابليك سبنتس عشان الابلكيشن لوب بالانسر كان بيحتاج 2 لوب سبنتس يبقى موجود فيهم، وعملنا برايفت سبنت واحده فيها الاس 2 انستنس بتاعتنا اللي كان عليها simple بايثون سيرفيس كانت بتقول هلو، وكانت بتبرنت الاي بي البرايفت اي بي بتاع الانستنس دي. وكنا عاملين انترنت جيت واي عشان هي دي اللي بيها بندخل انترنت للفي بي سي، والنت جيت واي عشان نخلي نانيبل اوت باوند ترافيك من البرايفت سبنت بالاي سي 2 انستنس، ان هي لو محتاجه تنستول اي ديبندنسيز تقدر تنستول من الانترنت ثرو الاوت باوند باث ده ثرو النت جيت واي. اوكي، وعملنا الابلكيشن للبالانسر، وعملنا ديفاين للتارجتس بتاعته، والليسنر ان هو بيلسن على بورت 80، والتارجت جروب بتاعه هو على بورت 3000 اللي هي الاس 2 انستنس، علشان لما يجي له ترافيك اتش تي بي ترافيك اللي هو لما كاني بفتح الدي ان اس بتاع اللود بالانسر في البراوزر، فهو كاني بجيب له ترافيك على بورت 80، فهو بيفورد الترافيك ده على بورت 3000 للانستنس، والسيرفيس اللي راننج عليها على بورت 3000 هي اللي بتكونسيوم ده وتبتدي ترجع لي ريسبونس في البراوزر زي ما شفنا المره اللي فاتت. طيب، النهارده عايزين نركز على ايه؟ الحقيقه ان السيت اب ده او الانفراستراكشر هنا فيها مشكله واضحه جدا، وهي ان مفيش ريدندنسي، مفيش فيل اوفر لو حصل مشكله والانستنس دي اتمسحت او حصل لها كراش for some reason. اوكي، فانا كده عندي سنجل بوينت اوف فيلير، يعني لو الماشين اللي بتسيرف الابلكيشن بتاعي حصل لها اي مشكله كده مفيش اي حاجه بتسيرف الترافيك، كده انا هبقى عندي اوتج، انا كده هبقى الابلكيشن بتاعي داون. طيب، فاحنا النهارده بنintroduce تشينج جديده على الاركتكتشر ده عشان نخلي فيه ريدندنسي، ان انا لو الانستنس حصل لها مشكله في انستنس تانية هتقوم مكانها، او في اوريدي انستنس تانية اصلا شغاله، والابلكيشن لود بالانسر بيديستريبيوت اللود عليهم كلهم. فهنintroduce النهارده حاجتين جداد، حاجه اسمها الاوتو سكيلينج جروب، ومعاها اللانش تمبلت. اوكي، اوتو سكيلينج جروب واللانش تمبلت. فهي الفكره بتاعت الاوتو سكيلينج جروب ايه؟ ان انا المره دي بقى عندي لوجيكال يونت اللي هي الاوتو سكيلينج جروب. اللوجيكال يونت دي هي بقدر اديفاين جواها ان هي تبقى عباره عن مالتيبل اس 2 انستنسز في مينيمم كاونت وفي ماكسيمم كاونت. فده بيقدر يخليني ان انا يبقى عندي جروب اوف ماشينز بيبتدوا من عدد معين انا بحدده اللي هو المينيمم سايز، واخرهم يوصلوا عند سايز معين مع السكيلينج. السكيلينج ده بيتحدد على اساس ماتريكس منها السي بي يو والميموري مثلا، او ماتريكس تانية، وفي الديزايرد نمبر ان انا هو المينيمم 1 والماكسيمم 3، بس انا عايز دلوقتي يبقى فيه 2. وبقدر بالاوتو سكيلينج جروب احدد الماشينز بتاعتي دي هتبقى سكادولد في انهي سبنتس، بما ان انا بسكادول في البرايفت سبنت عشان اضمن الماشينز بتاعتي في البرايفت سبنت مش اكسسبل من الانترنت، وعشان يبقى عندي فعلا ريدندنسي حقيقيه. فالمره دي في الديمو هنزود سبنت برايفت سبنت تانية هنسميها برايفت سبنت بي. اوكي، و هيبقى ليها السي اي دي ار رينج بتاعها، هنعمله هنا 4، وده I think في الديمو 3، وده 1، وده 2، ودي اللي هي البابليك سبنت بي. نحاول بس اخلي النيم زي التيرافورم كود اللي هنشوفه مع بعض. اوكي، طيب، فاقدر هنا اسكادول انستنسز او اقوم انستنسز تانية بالاوتو سكيلينج جروب، فيبقى الترافيك بيروح لهنا واكشلي بيروح لهنا كمان. اوكي، الميزه ان احنا هنعمل 2 برايفت سبنتس، ان احنا هنحط كل سبنت طبعا هتبقى في افيلابيلتي زون لوحدها، فدول في افيلابيلتي زون، ودول في افيلابيلتي زون تانية. خلونا كده نكبر الريكتانجل ده.
احنا كده ممكن مثلا نخلي ده ليه لون معين كده وده ليه لون تاني. اوكي طيب فدول الاتنين availability zone. ليه؟ عشان اضمن برضو ان السيت اب بتاعي ان لو في availability zone is down الزون التانية هي شغالة، فانا اوريدي عندي ماشين في الزون التانية في البرايفت سبنت التانية، فاضمن برضو ان الابلكيشن بتاعي ما يبقاش داون خالص، الريكوست تفضل شغالة عادي جدا. اوكي فدي فكرة الاوتو سكيلينج جروب، ان هو فتح لنا المجال لحاجة مختلفة تماما، ان انا ازاي اخلي السيستم بتاعي يقدر يبقى يتولريت لو حصل اوتج او داون تايم في availability zone معينة، او في انستنس في ماشين معينة حصل لها كراش. لو واحدة كراش ديزايرد نمبر كان 2 ماشينز، الاوتو سكيلينج جروب هيقوم ماشين تانية عشان يحافظ على الديزايرد كاونت اللي هو 2. فالاوتو سكيلينج جروب بالنسبة لنا في 3 ارقام مهمين: المينيمم سايز، ده اقل عدد من ماشينز انا عايزه يقومها لي، وفي الديزايرد، وفي الماكسيمم. ودول هنشوفهم في التيرافورم كود احنا عاملينهم ازاي. اوكي طيب ايه حكايه اللونش تمبلت؟ الاوتو سكيلينج جروب عشان يعرف وهو بينيشيت انستنسز هيقومهم ب سبيكس عامله ازاي، ام اي انهي ام اي، سكيورتي جروبس عامله ازاي، فبنقدر نعمل لونش تمبلت. وده طريقه ان انا استاندردايز الماشينز بتاعتي عامله ازاي، ان انا عايز كل الماشينز بتفولو تمبلت معينه، واقدر اطلع فيرجنز جديده من التمبلت ده. وهنشوف برضو احنا بنكريت لانش تمبلت ازاي وبناتاتش ده بالاوتو سكيلينج جروب. فالاوتو سكيلينج جروب يقوم ماشينز بتفولو التمبلت دي. اوكي وكده كده هنشوف ازاي اقدر اخلي اللود بالانسر يبقى كونكتد بالاوتو سكيلينج جروب، عشان هو اللي هيودي ترافيك على اي ماشين الاوتو سكيلينج جروب بيعمل لها كرييت. فمعظم السيت اب مفيش حاجه فيها تتغير، الفرق بس السبنت اللي زودناها، وان احنا نكرييت الاوتو سكيلينج جروب واللونش تمبلت بتيرافورم ونستخدمهم في الفلو مظبوط بس. فتعالوا نبص على تيرافورم. انا اوريدي عملت التشينجز، بس هبص عليها ايه التشينجز اللي تمت كومبيرد بالقديم ونعدي عليها ونعمل ابلاي ونبص على الكلام ده على الكونسول ازاي شغال. يلا بينا. طيب هنفتح هنا فيجوال ستوديو كود اهو، خليني ازوم ان شويه. تعالوا نبص على التشينجز. انا اول تشينج عملته عن المره اللي فاتت ان انا قسمت بس الكود بتاعي لفايلز مختلفه، يعني بدل ما كان كله هنا في المين دوت تي اف، لا انا خليت المين دوت تي اف للفيرجنينج والبروفايدر فيرجن، وقسمت جزء النتورك حطيته في الفايل بتاعه اللي هي الفي بي سي، والبابليك سبنت اللي هي الاولانيه والثانيه اللي هي بابليك اي وبابليك بي، والبرايفت الاولانيه ودي الثانيه هنا زودتها وخليتها 10.0.4 زي ما كنت عاملها في الدياجرام. الانترنت جيت واي زي ما هي، النت جيت واي زي ما هي، الالاستيك اي بي بتاع النت جيت واي زي ما هو، الراوت تيبل البابليك والبرايفت، والراوتس بتاعت البابليك انترنت اكسس والبرايفت اكسس ثرو نت جيت واي، والراوت تيبل اسوشيشن ان انا بربط الراوت تيبل البابليك والبابليك سبنت والبابليك سبنت الثانيه. وهنا بقى زودت راوت تيبل اسوشيشن للبرايفت سبنت الثانيه، ان انا باسوشيت سبنت اللي هي البرايفت الثانيه بالراوت تيبل البرايفت. ليه؟ عشان اخلي الراوتس اللي انا اي ديفايند اكسسبل، الراوتس المظبوطه مع السبنت المظبوط. يعني الراوت بتاع النات جيت واي واستخدامه عشان الاوت باوند ده يجوت اسوشيتد بالبرايفت سبنتس مش بالبابليك، والبابليك يجوت اسوشيت ليها استخدام الانترنت جيت واي. اوكي السكيورتي جروب بتاعت اللود بالانسر ان هو بيأكسبت انباوند على بورت 80، والاوت باوند بتاعه على بورت 3000 بيودي على الابلكيشن سكيورتي جروب، والابلكيشن سكيورتي جروب بتأكسبت ترافيك جاي لها على بورت 3000 وبيطلع لاي حته ثرو الانترنت. وطبعا هي implicitly يعني هتجو ثرو النت جيت واي عشان هي في البرايفت سبنت زي ما قلنا. طيب فده النتورك. طيب حطيت الحاجات بتاعت البوليسيز والانستنس بروفايل في فايل اسمه iam.tf اللي هي الايام رول والايام رول بوليسي اتاتشمنت والانستنس بروفايل اللي بيجوت اتاتشد اللي هناتاتش بعد كده باللونش تمبلت. فده حطيته في فايل لوحده. والجديد بقى اللي هو الجزء بتاع الاوتو سكيلينج جروب. هنا بقى هتلاقي في الاوتو سكيلينج جروب ايه اللي اختلف.
الداتا بلوك ده زي ما هو اكشلي ما غيرش في حاجه. ان انا بجيب الليتست اوبونتو ايمج. الجديد هنا اللونش تمبلت ده، انا هنا بعمل لونش تمبلت بديله اسم. طب اللونش تمبلت ده بيستخدم اني ايمج؟ بيستخدم اللي احنا جبناها بالداتا بلوك اللي هي الليتست اوبونتو ايمج. اللونش تمبلت بيقوم ماشينز بانهي تايب؟ بالتي 3 مايكرو. طب ايه الانستنس بروفايل اللي بياخدوه؟ هو الانستنس بروفايل اللي انا عملناه في الفايل هنا بتاع الايام دوت تي اف. فدي الطريقه اللي انا بربط بيها ان كل الماشينز اللي هتقوم باللونش تمبلت لازم يكون عندها الاس اس ام عشان اقدر اكونكت عليها بالاس اس ام مش بالاس اس اتش كي بير زي ما قلنا المره اللي فاتت. في الاوبجكت بتاعت نتورك انترفيسز انا مش عايزه اسوشيت بابليك اي بيز خالص لان هي بالنسبه لي دي برايفت ماشينز، مش عايز يبقى ليها بابليك اي بي. وبديفاين السكيورتي جروب، انهي سكيورتي جروب بتاع الابلكيشن اللي هو بيأكسبت ترافيك على بورت 3000 والاوت باوند بتاعه على كل الاي بيز اللي هو الانترنت. وده اليوزر داتا دي ما اتغيرتش من اخر مره، اللي هي بتعمل سمبل HTML بيج وبكتب فيها ان انا بستارت او ان انا بكتب هلو وبستارت HTTP سيرفر على بورت 3000. هنا بنحط تاجز لكل الماشينز اللي بتعمل لها كرييت. بعد كده هنا بعمل اوتو سكيلينج جروب. اوتو سكيلينج جروب بالنسبه له اهم حاجه الفي بي سي زون ايدنتيفاير. هو الاوتو سكيلينج جروب ده لما يجي يقوم انستنسز يسكيل يعني هيحطهم فين؟ هيحطهم في البرايفت سبنت الاولى والثانيه، برايفت وبرايفت بي. مينيمم وماكسيمم وديزايرد كاباسيتي دول قلت لكم عليهم. المينيمم 1، الماكسيمم 2، الديزايرد انا خليتها 2 عشان نشوف ان هو بيقوم 2 ماشينز كل واحده في سبنت مختلفه في افيلابيلتي زون مختلفه. هنا الهيلث تشيك تايب الاستيك لود بالانسر. انا هنا عايز الاوتو سكيلينج جروب يقول لي امتى ان الماشين هيلثي، ان الهيلث تشيك بتاع اللود بالانسر على الماشين دي هيلثي، مش ان الماشين نفسها قايمه، لا ان اللود بالانسر قادر يفورورد ليها ترافيك والترافيك بيوصل. دي نقطه مهمه جدا. طب اني تارجت جروب الاوتو سكيلينج جروب كونكتد مع اني تارجت جروب؟ مع التارجت جروب بتاع الابلكيشن اللي فيه ديفايند البورت والبروتوكول وفي اني في بي سي والهيلث تشيك ايه هو. انا في الاخر الاوتو سكيلينج جروب ده محتاج يبقى كونكتد بتارجت جروب معين. طيب بيستخدم انهي لانش تمبلت؟ اللانش تمبلت اللي احنا عملناه فوق، ودي مهمه عشان كده احنا بنعمل لانش تمبلت وبنديه للاوتو سكيلينج جروب عشان يشتغل باللانش تمبلت ده ويقوم بيه الماشينز، وبديلها برضو تاجز. اوكي طيب حلو الكلام. فدي الاختلافات هنا طبعا في الاوتبوت. كنا بناوتبوت الماشين اي بي. هنا انا عايز اقوم اوتبوت الاوتو سكيلينج جروب اب نيم عشان ما بقاش فيه خلاص ماشين معينه، هي بقى اوتو سكيلينج جروب على بعضه. اوكي فده الاركتكتشر الجديد علشان يبقى عندنا حاجه تقدر تسيرف الترافيك لو حصل اي داون تايم للماشين نفسها او للاوتو سكيلينج للافيلابيلتي زون نفسها. طيب تعالوا نعمل تيرافورم ابلاي ونابلاي الكلام ده. اتاكد بس ان احنا على الاكونت الصح. تمام تيرافورم ابلاي. وهو بيابلاي بعد ما خلص الابلاي هنبتدي نبص على الكونسول ونلاقي الحاجات بتاعتنا تعمل لها الكريت. هنا هنقول له، هنا طبعا محتاجين نراجع بس اوريدي انا عملت ده الابلاي وديستروي قبل ما نبتدي الفيديو، فانا اوريدي مراجع عليها. هندوس يس ونستنى لحد ما يخلص الابلاي. طيب هو دلوقتي خلص الابلاي. تعالوا نبص على الكونسول. طيب احنا هنا كده في الكونسول خلينا نبص على الاوتو سكيلينج جروب اللي اتعمل له كرييت. هنا بيقول لي اهو ادي الاوتو سكيلينج جروب الستيتس اد ديزايرد كاباسيتي، فهو حقق لي الكاباسيتي اللي انا عاوزها اللي هم 2 ماشينز، واستخدم اللانش تمبلت ده. نفتحه هنا في تاب تانية. عمل 2 انستنسز، الهيلث بتاع الاثنين هيلثي. اوكي وفي 2 افيلابيلتي زون، وده اللي احنا فعلا عملناه. اوكي طيب تعالوا نبص على اللانش تمبلت. فاللانش تمبلت مستخدم الحاجات اللي احنا قلناها له. احنا عايزين الليتست ام اي، الانستنس تايب تي 3 مايكرو، وده السكيورتي جروب بتاعنا.
ايه اللي تاني عايزين نبص عليه؟ تعالوا نبص على الاي سي 2 instances اللي اتعملها create. هنلاقي ان هما في 2 created، اوكي، والاتنين running. طيب تعالوا نبص على الابلكيشن لوب بالانسر. هنلاقي هنا عندنا اللوب بالانسر بتاعنا اهو، ونطمن على، نيجي نبص هنا على ريسورس ماب، هنلاقي ان هنا اللوب بالانسر عنده 1 listener، والرول ان احنا بنفورورد للتارجت جروب اللي هو بتاع الابلكيشن تارجت جروب، والتارجتس اللي هما الاثنين ماشينز الاثنين هيلثي. فكده المفروض ان الترافيك بيوصل. فانا هاخد الدي ان اس نيم بتاع اللوب بالانسر واجرب افتحه في البراوزر. هنلاقي هنا في البراوزر شغال ان هو الاي بي اللي بيسيرف منه الترافيك المره دي 10.03.246. طيب المفروض لما اعمل ريفرش كذا مره يستخدم مره الانستنس دي ومره الانستنس الثانيه. فممكن نيجي نعمل ريفرش كده. المشكله ان هنا بيرجع لي نوت موديفايد، فهو مش هيوريني هنا اي بي مختلف. فتعالوا نعملها من كيرل ريكوست من التيرمينال. فانا هنا قلت له كيرل داش في، تعالوا ناخد الدي ان اس ده. فهنا استخدم اهو الاي بي التاني اللي هو 10.04. فالمفروض لو عملت كيرل تاني اهو المره دي من الاي بي التاني، هو فعلا بيلود بالانس على الاثنين ماشينز اللي احنا اوريدي كونكتد باللود بالانسر ده اللي احنا عملناه بالاوتو سكيلينج جروب. فاحنا بس هنا اتاكدنا ان الترافيك بيجوت سيرف بالاثنين انستنسز. طيب لو انا جربت فجاه كده ادخل على الماشينز بتاعتي واجرب اترمينيت واحده منهم، المفروض الاوتو سكيلينج هيقوم التانية اوتوماتيكلي عشان نوصل تاني للديزايرد ستيت. فتعالى نعمل لها ترمينيت كده، هنلاقي واحده تاني قصادها هتبقى رانينج. تعالوا نفتح كده الاوتو سكيلينج جروب. هو المفروض دلوقتي هيديتكت ان احنا مش at the desired state، ابتدى يديتكت ان 2 من 3 is healthy. تعالى نبص على الماشينز. قوم على طول الماشين التانية، احنا ما قومناش حاجه، الاوتو سكيلينج جروب هو اللي قوم الماشين التانية عشان نوصل تاني للديزايرد ستيت. فاول ما دي تبقى تخلص initializing وتبقى healthy هيقول لي هنا ان احنا رجعنا تاني للديزايرد كاباسيتي. كده بقوا الاثنين خلاص healthy في الاوتو سكيلينج جروب ورجعنا تاني للستيت الستيبل. فلما نيجي تاني نتست الترافيك هنلاقي ان هي شغاله من الاثنين اي بيز بتوع الاثنين ماشينز اللي موجودين دلوقتي. اوكي، فاحنا كده اطمنا انه السيت اب بتاعنا او الاركتكتشر بتاعنا ده في المساحه انه لو الزون نفسها وقعت او ان في ماشين تو ماشينز وقعت، اوتو سكيلينج جروب هيتولى الموضوع ده ان هو يقوم الماشين تاني عشان اضمن ان انا في الديزايرد سايز او الديزايرد كاونت اللي انا كنت مديفاينه في الاوتو سكيلينج جروب. اوكي، طبعا زي ما احنا متعودين محتاجين نعمل تيرافورم ديستروي. بعد ما خلصنا فهنسيبه يدستروي على مهله. واحنا كده خلصنا الابسود بتاعتنا. اشوفكم يوم السبت اللي جاي، ويا ريت لو حد عنده افكار. اوريدي انا شفت الكومنتس اللي الناس كتبتها، حاجات لها علاقه بالنتورك، حاجات لها علاقه بان انا ديبلوي اركتكتشر انا عامله. انا شغال على بروجكت كده براست، وانس ان هو خلص ممكن اعمله ديبلوي في حلقه ونبص على السيت اب كله على بعضه. لو حد عنده اي افكار تانية برضو ولا حاجات حابب ان هو يتفرج عليها ويفهمها اكتر، اكتبوا لي في الكومنتس على الفيديو ده. واشوفكم يوم السبت الجاي. سلام.